تجيبوا الفلوس منين؟ مش كده؟ كويس قوي السؤال ده، لان السؤال ده بيتصير كتير، ولازم انتوا تعرفوا كل حاجه برضو. في ناس يعني اشقائنا في الخليج ساعدونا كتير، ولكن واحنا بنسمحوا لي ان احنا نوجه لهم كل التحيه والشكر على هذا. لكن صدقوني ما كانش ينفع ان احنا نستمر كده، ما يصحش. يعني ما يصحش ان احنا يبقى يعني هم في وقت الشده، وقت الشده اللي هي بعد 30 يونيو كانت محطات الوقود فاضيه والدنيا كلها واقفه وكان في مشاكل كتير، فهم وقفوا جنبينا كويس، وقفوا جنبينا كويس. انا بس هقول لكم على حاجه في البترول اللي هو جزء او بند واحد، وارجو ان الناس تاخد بالها من الارقام اللي انا بقولها، وممكن تكتبوا ورا مني، ممكن تكتبوا ورا مني من باب انك تبقى عارف حكايه بلدك. خلال السنتين ونص دول بالاسعار العالميه مصر استهلكت وقود ب 533 مليار جنيه، ب 533 مليار جنيه بالاسعار العالميه. باسعار مصر اللي هي بقى ان ده انتاج من عندنا احنا جزء كبير منه، وجزء منه لشريك اجنبي معايا، الاجمالي بتاعه بدل 533 اللي بتكلم عليهم دول لو بعت هبيع بال 533، لكن هحسبه عندي انا من انتاجي انا، وارجو ان المهندس شريف يصلح لي لو غلطت، 384 مليار جنيه. اشقائنا في الخليج ساهموا معانا في الفاتوره دي ب 51 مليار جنيه، ساهموا ب 51 مليار جنيه. طيب لغايه دلوقتي هم بناخد منهم وقود وانا بكلمكم دلوقتي، بس دي تعاقدات تجاريه. يعني ايه تعاقدات تجاريه؟ يعني بناخد ده بالاجل، يعني بنشتري الوقود ده بالاجل مش منحه. ما ينفعش بقى كده. طب بقوله لكم ليه؟ مش انتوا يعني تبقوا عارفين برضو الدنيا ماشيه ازاي وهنعمل فيها ايه كمان مع بعض يعني. فالباقي التعاقدات اللي النهارده ماشيه واللي ممكن تمشي خلال الفتره اللي جايه تعاقدات بالاجل. احنا بنطلب منهم اجل في السداد، مش عايز اقول عدد السنين عشان ما احرجش حد، لكن بنطلب اجل كويس حتى تستقر امورنا بشكل افضل من الواقع اللي احنا موجودين فيه، وحتى تنتهي الازمه الاقتصاديه العالميه، وحتى تنتهي الازمه اللي اتعملت لنا يا مصريين. هو اللي ضرب السياحه في مصر ضربها ليه؟ ضربها عشان انتم تخرجوا. القطاع بالكامل كان بيجيب ممكن لغايه 14 مليار دولار، واحنا محتاجين الدولار عشان نجيب بيه حاجات كتير لمصر. فاللي ضرب السياحه عشان نعيش اللي احنا فيه، نقوم احنا نمكنهم ونقول لهم انجحوا ولا نقف؟ ردوا عليا لو سمحتوا. هو الوقوف كلام ولا ايه؟ نقف يعني نبقى واخدين بالنا ان ده تخطيط معمول لكم عشان ما تقوموش. انا كل ده بتكلم في الحفاظ على الدولة الغاية القومية، فبقول بناء وبقول بقاء. هو عايز يضرب البناء عشان يأثر في البقاء، وانا كان ممكن قوي كلنا نبقى استراتيجيتنا ان احنا نركز على الارهاب بس ونسيب كل الملفات دي. اصل احنا عندنا حرب، اصل احنا عندنا حرب. احنا ما عملناش ده، احنا مشينا كده هنجابه الارهاب ونبنيها، وبنبنيها وبفضل الله هنبنيها اكتر من كده كمان. ارجع تاني